غدانا النهاردة بقى محشي بتنجان وفلفل وبطاطس محمرة. بصوا بقى البتنجان كده جبته قورته وبعد كده غسلته كويس، وهنا الخضرة غسلتها وصفيتها، وبشرت بصلاية كبيرة بقى ونزلت عليها بشوية حلوين كده من زيت الذرة. زيت الذرة بقى بيودي اي اكل او حلويات في حتة تانية خالص بجد. نزلت بقى بزيت الذرة كده على البصل، وهبتدي بقى ان انا اشوح فيه كده لحد ما يدبل خالص. نفضل نشوح فيه كده، وبعد كده جبت الطماطم وقرن فلفل رومي. لو حباه سبايسي تحطي قرن فلفل حامي، بس انا حطيت قرن فلفل رومي على الطماطم وضربتهم في الخلاط. بصوا كده البصلة دبلت ورحت نازلة بالطماطم والفلفل اللي انا ضرباهم في الخلاط، وهنزل بقى بملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، وهسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. اول ما غليت كده ههدي عليها النار واسيبها بقى براحتها خالص. والخطوة بقى اللي تخليلك المحشي كده ايه، محمر كده حتى في الغرف، يعني حتى لحد الغرف، هي الحركة دي. بتجيبي الرز وبتنزلي بيه، طبعا ده رز اكياس نضيف جدا مكتوب عليه مغسول، يعني اللي بيبقى مكتوب عليه مغسول آليا ده انا مش بغسله. فنزلت بقى بالرز كده على الطماطم واديها تقلبتين تلاتة كده لحد ما الرز يشرب الصلصة كلها. بصوا الرز الصوص فظيع فيه ازاي، الرز محمر جدا وشكله حلو قوي. وهسيبه بقى يبرد عقبال ما اقطع الخضرة، وبعدين ابتدي احشي على طول. حشيت حلة بتنجان وفلفل، وبقى مني كمان طبق خلطة كده، رز على خضرة. هشوف بقى هعمل بايه. دي كده حلة المحشي، حطيت لها الشوربة بتاعتها، وهوطي اول ما تشرب ميتها هقوم موطية عليها. وده بقى المنظر بعد ما استوى، تحفة، مع شوية بطاطس محمرة بقى. وكان غدا سهل وسريع جدا.